السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيجي نعلمكم حاجة يمكن تنفعني لما اموت، حد يفتكر ان انا قلت علم وناس انتفعت بيه، لعلها تكون صدقة جارية. المشكلة مع ناس ما بتعرفش تظبط التاريخ على الكمبيوتر او على اللابتوب ايا كانت بقى. بص على الفيديو ده يستمتع بالشرح، لعل وعسى ينفعنا يوم من الايام. اتفرجوا معانا. ضبط التاريخ على الكمبيوتر، تمام كده؟ ده التاريخ زي ما احنا شايفينه كده، الاتنين 4/11/2028. بروح جايين بالكليك او مرتين عليه، ظهرت ديت. نروح جايبين تشينج ديت، بقت هنا اهيت. نروح جايين تشينج ديت اند تايم ديت، وروح جايين هنا اهوت عشان خاطر نقلب. لو قلبنا كده نقلب بالشهر، لكن احنا عايزين نقلب باكتر من كده. ومن 2011 احنا في 2025 النهارده. تمام كده بقت اشهر، كده بقت سنين. نلف بقى، احنا كده تاخرها 2020، احنا عايزين 2025. الشهر بتاعنا اغسطس ان شاء الله. النهارده 12، لا النهارده 11. تمام كده. هيبقى لنا الساعه. اول حاجه بالنسبه لنا الساعه 10 ديت، دلوقتي الساعه 12 ماشي مساء. كده احنا تمام. نروح جايين ايه، ادي اوكي، وراح جايين برضو اوكي اوكي. كده التاريخ بتاعنا اتظبط اهوت. تمام، اقدر استخدم الكمبيوتر بتاعي زي الفل وتمام الحمد لله. لو عجبك الفيديو المتواضع بتاعي يا ريت تشترك في القناة وتدعي لي دعوة من قلبك ان ربنا يتقبله مني يوم القيامة ان شاء الله وباذنك انت يا رب. تمام، اقول لكم السلام عليكم، اشوفكم في لقاء جديد. واللي يعرف يعلم حد حاجة يعلمه، علشان خاطر العلم مش لحد، والعلم ملوش نهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.